يوم حزين للشعب المغربي، لأول مرة نشوف ماتش وسيناريو غريب جدا في كل شيء. الشعب المغربي مع الأسف يظهر ملوش نصيب يفرح. عمل كل حاجة في الكورة، المغرب عملت كل حاجة في البطولة ديت إلا إنها تكسب. مع الأسف كان ماتش وحش جدا وسيء جدا، وتحس إن مش المغرب اللي كانت بتلعب النهاردة. طبعا كلنا هنقول الكرة بتاعت الكعبي وضربة الجزاء. ضربة الجزاء ليها طبعا تحول تاني خالص. والشيء الغريب بقى خالص اللي كلنا هنحمل ابراهيم دياز ضربة الجزاء وضياع البطولة، لانه دخل باستهتار. انت كنت ممكن تشوط الكرة وتيجي في العارضة، تيجي في الشارع، تيجي عندنا، لكن المشكلة اللي انت شايط الكرة باستهتار لدرجة ان اللاعب حتى حارس المرمى ما طارش اصلا. يعني اسوأ ضربة جزاء شفناها. انا مش عارف هو داخل يعمل ايه. وبعدين اللي يشوفه هو بيشوط ضربة الجزاء من بره يقول ده بيركز ويحطها في المقص، مش بيتأثر من الحركات اللي بيعملها الجون بتاع السنغال. لكن النهارده ابراهيم دياز هو اصلا ما كانش موجود في الملعب. وليد الركراكي كمان ادارته المباراة كانت مش حلوة وسيئة. كلنا شفنا المباراة كانت رايحة وجاية. السنغال فريق محترم، فريق قوي ومحترم. عرفتوا ليه ان حسام حسن ما فتحش خطوطه؟ عشان بعض الناس قالت لك لا، المفروض كان يهاجم، المفروض لو هاجمت كان دخل فيك 3-4. الفريق قوي جدا وبيلعب كرة حلوة وبيشوط من بره ال 18 كله. بره ال 18 اللي انت ما عندكش لاعب بيشوط بره من بره ال 18 اصلا. حتى الجون اللي دخل في ياسين بونو جون ما يتصدش. يعني تجيب حراس البطولة كلهم كده وتوقفهم، برضو الكرة هتخش جون. السنغال فريق قوي جدا ولا يستهان به، وهو يستاهل ياخد البطولة. والمغرب مع الأسف البطولة كانت في إيده وهو اللي ضيعها باستهتار بعض اللعيبة، بأسلوب بارد كده في اللعب شوية. النهاردة إبراهيم دياز لقيناه بيخش جوه نص الملعب، مش هو ده طريقته الأيام اللي فاتت اللي كان بيلعب بيها. مع الأسف اللي بيدفع الفاتورة الشعب المغربي المحترم اللي هو كان نفسه يفرح، بس هم ضيعوا فرحته بسبب استهتار بعض اللعيبة. واحد داخل يشوط لي ضربة الجزاء، يا ريته شاطها في الشارع أو جامدة حتى. وبعدين أنت ليه أصلا مصر إن أنت تشوطها يا عم؟ حاجة زي كده مصيرية، ليه تشوطها أنت؟ وفي الأسف مع الأسف ما شاطهاش حلو في ضاعت البطولة. حلالي بقى ما تعيدوا تاني القارة وتبدأوا من جديد، لأن هي كانت فرصة بتلعبوا في أرضكم. ومع الأسف المغرب ضيع بطولة مش هنقول سهلة، بس كانت في إيديه وكانت خلاص قرب ياخدها وضاعت في الهوا. التوفيق ليهم في الأيام اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.